السلام عليكم شباب، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. دونك اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا اخر فيديو في التصحيح ديال التمرين الاول في ليتود دو فونكسيون. دونك كنعتذر حتى طولت عليكم بزاف في هذا التمرين هذا، حتى تقريبا وصلنا دابا شي 6 فيديوهات. واخا الشباب كنحاول نتقل في الشرح، باش ربما كاين بعض التلاميذ اللي كيكون الفهم ديالهم يعني ثقيل شويه، يعني كيكون عندهم مشكل في لاباز وبالتالي خصهم الشرح ثقيل شويه. عليها كنحاولوا ننتقلوا شويه. دونك في السؤال اللي بقى لنا اللي هو السؤال السابع، هنا الشباب في هذا السؤال هذا خصك تركز معايا مزيان في هذا السؤال هذا. ما كاينه لا هيدا ولا هيدا، السؤال هذا بالخصوص هذا خصك تركز. علاش؟ حيت هذا السؤال هذا تقدر ما تزيدش تشوفه المره اللي ما جاي، يقدر يخدموا معك الاستاذ ديالك، يقدر ما يبقى لكش الوقت وتخدمه. وبالتالي هذه الاسئله هذو من بين الاسئله اللي نادرين جدا. صافي، هاد الاسئله هادو كيكونوا قلالين شويه، يعني قليل اللي كيخدموا، بالتالي خصك تحاول ترد بال معاهم. اذا شنو كيقولنا في السؤال 7؟ قال لك ديتيرميني. دابا الشباب الله يرضي عليكم قبل ما نبداو هاد الفيديو هذا، واخا تعاودوا المره الاولى والثانيه والثالثه ماشي مشكل، صافي. وانت ما تفهموش من المره الاولى حيت شتينا اول مره تشوف هذا، ولكن واخا تعاودوا المره الثانيه والثالثه حتى تفهم. قال لك ديتيرميني graphiquement le nombre et le signe des solutions de l'équation. صافي. عرفنا نشوفوا بالعربي كيفاش كتقرا. قال لك حدد مبيانيا عدد حلول وإشارة الحلول بالنسبة للمعادلة او ام عطانا اكس اس 2 زائد 3 ناقص ام مضروبة في اكس زائد 6 ناقص ام كتساوي زيرو. دابا هنا شنو كيقول لك؟ قال لك حدد مبيانيا. اذا حنا علاش غنعتمدوا على لوغراف، على المبيان. اذا فين هو المبيان او لوغراف ديالنا؟ هو هذا هو لوغراف اللي كنا رسمناه في الفيديو اللي سبق ياك. مزيان. شنو فيه هاد لوغراف اولا المبيان؟ شنو فيه المنحنى ديال الداله اف، يعني لا كورب دو لا فونكسيون اف اللي هو السي اف. صافي، هادشي اللي كاين في المبيان. قال لك كتحدد مبيانين، يعني انت هاد السؤال هذا ما تخرجوش بيدك بالحساب، لا بالمبيان. شنو تحددنا في المبيان؟ غتحددنا عدد الحلول، ما تعطينيش الحلول بالضبط شحال كيساويو، لا غتعطينا غير عدد الحلول، يعني شحال من حل. واش واحد، واش ما كاينش شي حل، واش جوج الحلول. حيت بما ان الحدود ديال الدرجه الثانيه، راه الا كانوا عندها بزاف الحلول ما تفوتش جوج، يعني يقدر ما يكون عندها حتى شي حل، يقدر يكون عندها حل واحد، يقدر يكون عندها جوج الحلول. هذا هو الجهد ديالها حتى هي حدود ديال الدرجه الثانيه. اذا كيقول لك عطيني عدد الحلول، يعني شحال عندك من حل، واشاره الحلول، يعني ديك الحلول واش موجبين او لا سالبين. وهاد الشيء هذا كامل منين غادي تجيبو من المنحنى، من لوغراف، يعني ما تحاولش تخرج لنا داكشي بيد. صافي. ديالاش دا هاد المعادله؟ وقال لك هنايا ادرس قيم المتغير ام، يعني تحاول هادشي هذا كامل تعتمد على هاد ام اللي هو مجهول. صافي. اذا حنايا نحاولوا نعرفوا شنو هما، شحال هاد ليكواسيون شحال عندها من حل، وشنو هي الاشاره ديال ديك الحلول، لو سين ديال ديك لي سوليسيون انطلاقا من داك المتغير ام. دابا هنايا نورمالمون ملي كنشبر هاد السؤال هذا ما كتشوف فيه ما كتفهم والو، كتبقى تقول دابا هذا منين بدات السؤال هذا، كتبقى تشوف فيه طلع هبط طلع هبط طق 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 ما كيبان لك والو. اذا هنا شنو كنعمل؟ كنحاول نقرا السؤال ونحاول نفهم غير السؤال باش بعدا يعطيني راس الخط. اذا كيقول لي هو حدد مبيانيا، يعني غرافيكمون. شنو كاين سيدي في لوغراف؟ قلنا كاين في لوغراف كاينه لا كورد اف، يعني منحنى اف اللي هو التعبير ديالها اف دو اكس. اذا هذه المعادله اش غادي يكون عندها؟ يكون عندها علاقه مع اف دو اكس، حيت اش هو قال لك حدد مبيانيا، يعني في المبيان عندنا يعني المنحنى د اف. اذا هذه المعادله غيكون فيها عندها علاقه مع اف. صافي. اذا اول حاجه خصني نبدا بها نحاول نربط هذه المعادله مع اف دو اكس، نحاول نلقى العلاقه اللي كتربط لي ما بين اف دو اكس وما بين هذه المعادله. عاد انا نشوفوا كيفاش غادي نخرجوا هذه المعادله. صافي. اذا اول حاجه نجيو نناقشوا مع بعضنا شنو هي العلاقه اللي كتربط ما بين هذه المعادله و اف دو اكس. نزلوا التعبير اف دو اكس بعدا حدانا ونشوفوا شنو غادي يوقع. دونك اف دو اكس التعبير ديالها هو اكس اس 2 زائد 3 اكس زائد 6 على اكس زائد 1. يلا حاول تربط لي اف دو اكس مع هذه المعادله. ما كيبان لنا والو ياك؟ واخا عرفتوا شنو غادي نعدلوا، اجي نشروا هذه ونشوفوا شنو غادي يوقع. دابا حنا ما عرفناش باش غادي نبداو، دابا حنا كنجربوا صافي، كنحاولوا نلقاو غير العلاقه ديال المعادله مع اف. دابا انا كنتعامل معك بحال الا السؤال اول مره كنشوفه ما عارفينش، الله اعلم.
كنتيستيو كنحاولوا نشوفوا غير شنو العلاقه ما بين اف وما بين هاد المعادله. اذا نجيو نشرو هادشي هذا، دونك غادي شحال غطيك، هنا تبقى لك او ام، هنا اكس اس 2، 3 في اكس هي زائد 3 اكس ناقص ام في اكس هي ناقص ام اكس صافي، وهنايا زائد 6 وهنا ناقص ام كتساوي 0. شنو كتلاحظ؟ كتلاحظ ان اكس اس 2 هي هادي، كتلاحظ ان 3 اكس هي هادي، وكتلاحظ ان زائد 6 هي هادي. ها هي بدات كتبان شي حاجه د العلاقه. وبالنسبه لهاد ناقص ام اكس ما كايناش، ما عندها لا علاقه باف، وبالنسبه لهاد ناقص ام ما عندها لا علاقه. اذا حنا شنو غادي نعملو؟ نحاولوا نجربوا هاد القضيه هادي. شنو غادي نعملو؟ غنخليو هاديك اكس اس 2 في واحد البلاصه، وزائد 3 اكس نخليوها في بلاصه، وخليو 6 في واحد البلاصه، وهاد ناقص ام اكس نديوها للطرف الثاني وغادي تبدل الاشاره ديالها وترجع ام اكس، وناقص ام نديوها للطرف اخر وترجع زائد ام. اذا هذه اللي فوقي هي هذه. مزيان بشويه عليك. شنو كتلاحظ في الجزء هذا؟ كتلاحظ ان ام كتعاود جوج المرات. اذا شنو غادي نعملو؟ نحاولوا نعملو بداك ام. اذا هنا غتبقى اكس اس 2، هنا 3 اكس، وهنا زائد 6. الا جينا عملنا بام شنو غتبقى لك في الاولى؟ غتبقى لك اكس، وهنا شنو غتبقى لك؟ خديتي ام غتبقى واحد. ها اكس زائد واحد هي بدات كتبان. اذا اكس اس 2 زائد 3 اكس زائد 6 شنو خصنا نقسموها على ديك اكس زائد واحد. اذا نشبروا هاد اكس اس اكس زائد واحد ونجيبوها من تحت اكس اس 2 زائد 3 اكس زائد 6. شتي هاد التمرين هو بدا كيبان. اذا غادي نجي لهاد البلاصه غادي نعمل او ام، وغادي نخلي اكس اس 2 زائد 3 اكس زائد 6، غادي نعمل تقسيم على من غنقسم على اكس زائد واحد. شنو غيبقى لك في هاد البلاصه ملي تجيب اكس زائد واحد لتحت؟ شنو غيبقى لك؟ غتبقى لك ام. وشكون هاد البركه هادي كامله؟ شكون هي هادي كامله؟ شكون هي؟ هادي هي اف دو اكس. اذا شنو غتبقى لنا في الاخر؟ غتبقى لنا او ام. شكون هي او ام؟ شكون هي؟ هي اف اكس كتساوي ام. شتي اذا هاد التمرين بدا كيبان شويه، لاحظتي؟ هاد التمرين بدا كيبان. اذا هاد المعادله هادي في الحقيقه شكون هي؟ راه هي اف اكس كتساوي ام. اذا حنا باش ما نرونوش الامور نجيو هنايا نعملو او ام ونخدمو على خاطرنا. او ام قلنا هي اف اكس كتساوي ام. اذا دابا انت ما تبقاش دابا محمق راسك مع هذا، راه مسحوب هذه الشباب باش ما تروناش. دابا انت في هذه المعادله ما تهضرليش دابا على او ام اللي هو التعبير. دابا التعبير هذا نساه من بال ديالك، زولو من بال ديالك. دابا هضر معايا انا في اف اكس كتساوي ام. دابا داك التعبير كامل بدلناه باش اف اكس كتساوي ام. دابا السؤال اللي غادي يتطرح بعدا، حنا جبرنا العلاقه ديال ديك المعادله مع ديك اف دو اكس. قال لك اسيدي بلي ديك المعادله في الحقيقه راه هي اف اكس كتساوي ام، وام واحد العدد مجهول. دابا السؤال اللي غادي يتطرح، شنو معنى اف اكس كتساوي ام؟ هذه هي الحاجه الاولانيه اللي خصني نفهمها. عاد انا نشوفوا شنو غادي نخرجوا. هذه هي اللي خصني نفهمها الاول. واخا باش ما نعقدوش حنا الامور بزاف، هاد ايمي كيتغير، يقدر ياخذ قيمه 0 1 2 3 7 8. عرفتوا شنو غادي نعملوا باش نفهموا الامور؟ اما نعطيو لها شي قيمه مثلا 0 1 2 3 ونشوفوا شنو المعنى ديالها. واخا ناخذ حنا واحد ام مثلا، ناخذ ام كتساوي جوج. شنو معنى اف اكس كتساوي جوج؟ شنو المعنى ديالها؟ الا ناخذ على سبيل المثال مثلا هذا محور الافاصيل وهذا محور الاراضي ياك. دونك اف كتبدل باش كتبدل بالسي اف، وجوج كنبدلوها بايكغيك كتساوي جوج. شنو معنى ايكغيك كتساوي جوج؟ يعني هو المستقيم الافقي ياك، اولا لا ضغوه اوريزونطال. يعني المعنى ديالها هو ان مثلا نقولوا ان هذا هو السي اف ياك، هذا هو السي اف. ايكغيك كتساوي جوج معناتها هو هذا، مثلا نقولوا هذه هي جوج ياك، مثلا هذه هي جوج. اذا ايكغيك كتساوي جوج غتجينا في هاد البلاصه هادي. الحلول دابا هنايا خصك تحضي راسك معايا مزيان. الحلول لهاد المعادله ملي كنقول لك اف اكس كتساوي جوج معناتها ان
المنحنى د الدالة اف، عقال المنحنى د الدالة اف والمستقيم ديال المعادلة إيكغيك كتساوي جوج فين كيتقاطعوا، في أين نقط كيتقاطعوا، فاش كيتقاطعوا. لاحظ معايا هنا في الشكل كيتقاطعوا في هاد النقطة هادي وكيتقاطعوا في هاد النقطة هادي. نقولوا مثلا هذا مثلا هي واحد وهذه مثلا هي 5. إذا هاد المعادلة هادي شحال عندها د الحلول؟ عندها جوج. عندها الحل الأولاني هو إكس كتساوي 5، وعندها الحل الثاني هو إكس كتساوي الحل الأولاني هو إكس كتساوي 1، الحل الثاني هو إكس كتساوي 5. فهمنا دابا شنو معنى اف دو كتساوي جوج؟ اف اكس كتساوي جوج، المعنى ديالها هو ان المنحنى ديال الدالة اف، يعني لا كورد دو لا فونكسيون اف، كيتقاطع مع محور او مع المستقيم ديال المعادلة إيكغيك كيساوي جوج في اين نقط. عطينا واحد المثال، جبرنا ان كيتقاطع في النقطة 1 وفي النقطة 5. اذا الحلول ديال هذه المعادلة هذه هي 1 و5. نعطيك مثال اخر، مثلا اف اكس كتساوي 7، يعني المنحنى ديال الدالة اف اللي هو هذا والمستقيم ديال المعادلة اكس كتساوي 7 في كيتقاطعوا. مثلا ناخذ هذا المثال هذا بالضبط، هذا المثال مثلا نقولوا 7 جات هنا ياك. اذا نرسموا المستقيم ديالنا، كتلاحظ ان الدالة ديالك كتقاطع مع إيكغيك كتساوي 7 في اين نقطة؟ في هذه النقطة هذه. نفترضوا مثلا هذه النقطة هذه هي 10. اذا هذه المعادلة هذه اللي هي هذه شحال غيكون عندنا في النظر ديك الحلول؟ غيكون عندها حل واحد. علاش؟ حيت كيتقاطعوا في نقطة واحدة. شكون هي 10. اذا هذه المعادلة عندها حل واحد اللي هو 10. صافي. اذا ملي كيكون عندك اف اكس كتساوي شي عدد كيسهل علينا نعرفو، كنمشيو لديك المنحنى ديال ديك الدالة وكنرسمو ديك المستقيم وكنشوفو فين كتقاطع. لحد الساعة واضحة. الا عطيتك اف اكس كتساوي 5 ماشي مشكل، بحال دابا هنايا على الرجع. الا عطيتيني اف اكس كتساوي 1 غادي نجي عند واحد من المستقيم ديالي وغادي نشوف فين كيتقاطع. بحال مثلا عطيتك اف اكس كتساوي 1، في جا واحد هو هذا، اذا غادي تجيني غادي ترسم المستقيم ديالك مثلا هو هذا. المنحنى ديال الدالة فيه جا هنا اللي بكحل واللي بكحل، واش كاين شي تقاطع؟ ما كايناش. اذا المعادله اف اكس كتساوي 1 هادي راه ما عندها شي حل. علاش؟ حيتاش ها المستقيم y يساوي 1 والداله بقات من فوق ومن تحت، واش كاين شي تقاطع؟ ما كايناش. اذا هاد المعادله ليس لها حل. مزيان، ناخذ مثلا شي قيمه اف اكس كتساوي 7 مثلا. في جات 7 هذا 6 وهذه هي 7. اذا غنشبرها نعملو واحد المستقيم 7 y كتساوي 7. فين كتلاحظ التقاطع؟ لاحظت عندك جوج، ها النقطة الأولى وها النقطة الثانية. إذا هاد المعادلة شحال عندها د الحلول؟ عندها جوج. صافي. شحال عندها؟ دو سوليسيون، يعني حلين. والحل الأولاني كيفاش عامل؟ لاحظ معايا، ها ياك هذا هو الحل. غنعملو الإسقاط، جا ما بين ناقص واحد و زيرو. إذا هاد الحل سالب ولا موجب؟ سالب. والحل الثاني جا في هاد البلاصه هادي، وهاد البلاصه هادي شنو عندنا؟ اعداد موجبه. اذا هاد المعادله اف اكس كتساوي 7 عندها جوج ديال الحلول. الحل الاولاني سالب والحل الثاني موجب. نمسحوا هادشي هذا. مثلا ناخذ اف اكس كتساوي ناقص 5. في جات ناقص 5 يعني عندك ناقص ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 جات هنا. نعملو سيدي واحد المستقيم، ها هو ناقص 5. اش كتلاحظ؟ كتلاحظ انك كتقاطع في النقطه الاولى ياك، وكتقاطع في النقطه الثانيه. اذا هذه المعادله اف اكس كتساوي ناقص 5 شحال عندها الحلول؟ جوج. الحل الاولاني هو هذا والحل الثاني هو هذا. هاد الحلول مالو جاو قبل او هي زيرو. اذا قبل زيرو وهاد الاعداد هادو كيفاش عاملين؟ اعداد سالبه. اذا اف ديال كتساوي ناقص 5 عندها جوج الحلول. الحل الاولاني سالب والحل الثاني حتى هو سالب. صافي. دابا لحد الساعه كتلاحظ ان الامور زعما ماشي زعما صعيبه، يعني عادي ملي غيكون عندك اف اكس كتساوي شي عدد. المشكل اللي كيصادفنا هنايا شنو هو؟ لازم نمسح هادي. يعني الا عطيتك انا اف اكس كتساوي شي عدد ما غادي تلقى شي مشكل، ولكن هنا عندنا اف اكس كتساوي ام، كتساوي شي عدد اللي مجهول. واش حنا غادي نخدموا بهاد الاعداد دابا؟ ام فين كيجي بلاصه ام؟ لاحظ معايا ملي كنعطيك مثلا اف اكس كتساوي 5
في كتمثل انت 5 كتمثله هنا في هذا المستقيم هذا اولا في محور الاراتب. ملي كنقول لك اف اكس كتساوي 3 في كتمثل 3 هنا وكتم المستقيم. اذا هذا المحور هذا ديالاش هذا المستقيم هذا هاد اف اكس. الا بغيت نهضر بصفه عامه اف اكس كتساوي ام، اذا هاد ام فين غادي تمثل في محور الاراتب. اذا هاد ام هذا يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا، ما محددناهش. اذا يقدر يكون هاد ام يقدر يكون محور الاراتب كامل لاكس ديزوردوني كامل، حيت حنا ما عارفينش. واش فهمتي؟ وقال لك اف اكس كتساوي ام وام مجهول، وفي كاينه بلاصه د ام كتكون هنا في هاد محور الاراتب. اذا يقدر يكون هنا يعني عنده بزاف د القيم. دابا هذا هو المشكل اللي غادي يصادفنا. حتى كان ام عنده شي قيمه كان يجينا ساهل. المشكله ديال ديك ام ما عندوش واحد القيمه محدده، وبالتالي هنايا غادي نترونوا شويه، حيت غادي خصنا نهضروا على ام كامل. و ام كينتمي لمحور الاراتب لاكس ديزوردوني، واللاكس ديزوردوني الا بغينا نهضروا عليه كامل فمعناتها ام فيها تكون كتنتمي من ار اللي هي من مول لانفيني بلس لانفيني. اذا ام تقدر تاخذ اي قيمه. اذا هنايا غادي تصعب علينا شويه الدراسه. يعني هاد ام خصنا ندرسو من مول لانفيني حتى بلس لانفيني، حتى هاد ام هادي هما ما حدوهاش. حتى كانوا حدوها ب5 ولا ب3 ولا ب7 كنا غنقدروا نمشيو لديك 5 ونسطروا وسالينا. ولكن هاد ام راه ما محداش. اذا عندنا مول لانفيني وحنا كندرسوا فيه حتى نطلعوا بلس لانفيني، يعني خصنا ندرسوا جميع الحالات. صافي، ماشي زعما شي حاجه اللي صعيبه ولا مستحيل، ساهله ماشي شي حاجه، غير خصك تركز معايا وصافي. اذا دابا المشكل اللي وقع لنا شنو هو ان قلنا ام ما عندهاش شي قيمه محدده، ياك؟ يعني خصنا نبداو من مول لانفيني وحنا ماشيين. ركز معايا، الله يرضي عليك مزيان، ركز معايا مزيان هنا. انا نعطيك مثال. غنمشيو نجيو جبره، غنعملوا مثلا ام، ياك؟ قلنا ام محداش، ياك؟ لاحظ معايا انا هاد ام عطيت القيم ما بين ناقص بحال هيدا. قلنا هاد ام هادي ما عندهاش شي قيم محدده، ولكن غادي تمثل بمستقيم. هي هاد ام هادي يعني y كتساوي ام كتمثل بمستقيم، ياك؟ اذا حنا غادي نعطيو لها قيم ما بين ناقص 10. قلنا هي كتنتمي من ار، حنا غادي نعطيو لها ما بين ناقص 10 و10 بحال هيدا. نعطيكم غير مثال بسيط وصافي بحال هيدا. لاحظ معايا، هاي مثلا حنا خصنا نبداو نهضر من مول لانفيني وحنا ماشيين، ولكن نعطي لها غير قيم ما بين ناقص 10 و10. لاحظ معايا شنو يوقع. شوف هذا المستقيم اللي بالحمر مع اللي بالزرق اللي منحني لينا بالزرق، شنو غيوقع. لاحظ معايا فاش غيكون كيساوي ناقص 7 شي كاين التقاطع. غنوقف طق اوب. اذا لحظه اللي غيكون ام كيساوي ناقص 0.9، واش كتلاحظ كاين شي تقاطع؟ المنحنى ديالنا هو اللي بالزرق. واش كتلاحظ كاين شي تقاطع؟ هذا نزولو كاع. واش كتلاحظ كاين شي تقاطع؟ ما كايناش. اذا ام لا ياخذ هذه القيمه هذه، المعادله مع اف دي اكس كتساوي ام ما يكونش عندها حل. زيد، لاحظتي باقي ما كاينش شي تقاطع. شنو هنا با اوب شي هنايا. عاود شويه، عاود واخا نهبطو شويه بيدانا. لاحظ معايا شي هو بدا كيتقاطع. اذا في النقطه 5 كان عندنا واحد التقاطع. شي هاو راه نزيدو شويه نطلعو. شي ها جوج الحلول. شي هما بدا كيتقاطعوا جوج المرات. ها هو وقف مزيان. وإلا خليناه يكمل حتى فوقي غادي يزيد يتقاطع. شي ها هو دابا يهود لتحت. لاحظ معايا شي لحد 9 باقي مكاينش شي. ها هو يبدا يبان الحلول. شوف من 5 لاحظ معايا. شوف لاحظ معايا ابتداء من هاد 5 لتحت. شوف ما كيكونش التقاطع هنا، يعني ناقص 5 ما كيكونش التقاطع، يعني المعادله ما عندهاش شي حل. زيد هود حتى يوصل لهاد النقطه. شكون هاد النقطه هادي؟ نزيدو نهبطو شويه. ها هي لاحظ مع الشي شكون هاد النقطه؟ ناقص 3. اذا كنلاحظوا الشباب هنا خصك ترد البال معايا مزيان. كنلاحظوا ابتداء من هاد النقطه هادي حتى عند النقطه هادي المستقيم ديالنا اللي هو y كيساوي ما كيكونش عنده حلول. كايناش الحلول مره، ما كايناش التقاطع. اذا ما كايناش التقاطع اذا المعادله ليس لها حل. لاحظتي معايا بحال هيدا. يعني شوف ابتداء من 5 رد البال معايا مزيان. ابتداء من 5 حتى هنايا حتى عند هاد ناقص 3، يعني فهاد البارتي هادي، يعني فهاد البارتي هادي، هاي فهاد البارتي هادي. يعني الا كان ام كيتواجد هنا
يعني هنا ما بين 5 وناقص 3 واش كيكونوا عندك الحلول؟ ما كيكونوش. غادي تقول لي واش عرفتي؟ هي اصلا راه باينه. هاو جيب اي اعطي لها اي قيمه ما بين 5 وناقص 3، نعطيو لها مثلا 2، هذا هي 2. طول المستقيم، واش كتلاحظ كاينه شي حلول؟ لا كوردينه بقى تحت وبقى فوقي، اذا ما عندها لا علاقه. وبالتالي اذا اول ملاحظه، وانت كتلاحظ هنا كاع، انت كتلاحظ هنا، كتلاحظ ان ملي كيكون ما بين ناقص 3 ياك وما بين 5 ما كيكونش عندنا التقاطع نهائيا. ها غنستناو لا كورب يطلع. شوف ها هو غادي يطلع، لاحظ معايا من هنا حتى لهنا شي ما كاينش شي تقاطع، وبالتالي ما كاينش شي حل. صافي. اذا اول ملاحظه عندنا هنايا في التمرين هذا، غادي نقولوا له نشبروا هذه. التمرين ماشي زعما صعيب من ديك الدرجه يعني، المهم المره الاولانيه هي ضروري غادي يجيك صعيب، ولكن مع مده كيبقى يبان لك التمرين سهل. اذا اول ملاحظه غادي نجيو عندو هذا، غنبداو حنا بشويه عليه. غادي نقولوا له الحاله الاولانيه، اذا كان اش اكس، اذا كان ام محصور ما بين اش. اذا الحاله الاولانيه قلنا اذا كان اكس محصور ما بين ناقص 3 و5، وغادي نفتحوا المجال. صافي. ناقص 3 و5، هذه الحاله الاولانيه اذا كان اكس محصور ما بين ناقص 3 و5. علاش انا فتحت المجال؟ راه ملي كنفتح المجال راه ما كنهضرش على ناقص 3. هاي باش تبان لكم هنا، هاي انا راه ما كنهضرش على ناقص 3 بالضبط، يعني ام ديالي ما وصلش ل 3. ناقص 3 شي راه ناقص 3 كاين واحد التقاطع، او لا راه كاين واحد التقاطع. هيا راه نزوميو شويه، وفي الحقيقه راه كاين واحد التقاطع هنايا. اذا انا ناقص 3 ما هضرتش عليها. اذا الاعداد اللي جاو مصغرين من ناقص 3 راه ما كيتقاطعوش. هاي بحال دابا هنايا شي، هنا ما كاينش التقاطع. فهمتي؟ اذا فوقاش كيبدا التقاطع من ناقص 3 بالضبط. اذا انا ناقص 3 ما كنهضرش عليه. شنو غادي من هذه اللحظه هذه؟ فهمتي؟ نمسحو هذا، نورمالمون خصها تمسح هذه كامله باش نخليو الشكل ديالنا معوض. فهمتي؟ باش ما نرونوش الشكل. صافي مزيان. اذا من ناقص 3 حتى عند من؟ حتى عند 5 ما كاينش التقاطع، اولا كتبوا هنايا. لاحظ معايا من ناقص 3 شي حاجه اللي نكتبوا هنا. هاي اولا نعمل لكم هنا كاع y كتساوي ناقص 3 شي مشات، y كتساوي 5 مشات. لاحظ معايا هادو اللي بالكحل هاو شي. دابا انا في ناقص 3 كيبان لك كاين واحد التقاطع، ولكن انا ما نهضرش على ناقص 3. ناقص 3 نزولها من المجال ونخليها بديك الساعه نهضر عليها بوحديتها. صافي. اذا لاحظ معايا، اذا غادي نقول له هنايا، غادي نمشي معاك شويه لعل وعسى تبقى شابر معايا. اذا هنايا غادي نجي غادي نقول اذا كان ام كبيره من ناقص 3 وصغيره من 5. لاحظ راه ناقص 3 ما كنهضرش عليهم حيت عندي قطعا، يعني ناقص 3 ما محسوباش و5 ما محسوباش. غادي نقولوا فإن المعادله اف اكس كتساوي ام مالا ليس لها حل. يعني غنقول له سي ام moins 3 5 donc l'équation fx égale à m مالا n'admet pas dissolution. مزيان. اذا الحاله الاولانيه اول ملاحظه عندنا قلنا سيدي ملي غادي يكون ام ديالك، يعني ام كتواجد في هاد البلاصه ياك. اذا ملي غادي يكون ام محصور ما بين ناقص 3 حتى عند 5 اللي هو هنايا ياك. قلنا من ناقص 3 حتى عند 5 المعادله مالا ليس لها حل.
ركز معايا مزيان. اذا دابا هاد الجزء هذا ها هو نزيدو ناكدو عليه بلاتي. دونك هاد البلاصه هادي وهاد البلاصه هادي هضرنا عليها. دابا هذا الله يرد عليكم بلاتي بروبريتي، غاجي بحال هنايا كولور، نعملوه مثلا بالزرق اولا بهاد الكولور هذا. صافي مزيان صافي. واخا اذا هذا المنحنى هذا واخا نزولو، هذا اللي بالحمار ماشي مشكل، هذا نزولو ماشي مشكل. صافي. اذا دابا حنا اول حاجه انا وياكم شنو هضرنا على قلنا من ناقص 3 لعند 5 ما كاينش الحل. صافي يلا هذه زولنا هذا سيدي، هذا زولنا هذا المستقيم افاسي زين مزيان. كان خصنا نهضروا على ديك النقطه. واخا اذا قلنا قبيلاتي اش قلنا هنا ياك، قلنا من عند 5، قلنا من عند 5. دابا كنحاول نجيب لكم زعما داكشي يكون قريب زعما اكزاكت بالضبط. هاي اذا قلنا هاد البلاصه هادي يا صاحبي تي هذا كيمرض، بقات هاديك حتى كتجبر راسك صافي مشيت بصح. دونك قلنا من هاد النقطه هادي من هاد النقطه هادي هاي نبدلو له اللون ديالو باش ما تسرونوناش، هادشي هذا كامل باش ما تسرونش. صافي هادي مشات. اذا هادي هضرنا عليها دابا، ما يزيدش شي واحد يهضر دابا على ناقص 3 ناقص 5 ناقص 3 5، هادي صافي سالينا الدوسي ديالو. اذا غتقولي كيفاش هضرنا عليه. هاي قلنا سيدي ملي غادي يكون ام ديالك محصور ما بين ناقص 5 ناقص 3 و5 المعادله ليس لها حل. زيد دوز دابا هضر معايا على ناقص 3. دابا هنا واحد السؤال، ناقص 3 هنا عندك المجال مفتوح، يعني ناقص 3 داخله ما داخلاش. ارا نهضروا ملي غادي يكون ام كيساوي ناقص 3. لاحظ معايا ملي غادي يكون ام كيساوي 3 نعملوا حنا y كتساوي 3. لاحظ معايا عارف ماشي y كتساوي 3، نعملوا لا y كتساوي ناقص 3. صافي نهضروا ناقص. لاحظ معايا ملي كيكون عندك ناقص 3 شنو كيكون عندك؟ الا بقيتي كتزومي دابا هنا كيبان لك بحال بزاف د الحلول، ولكن كتلاحظ ان كاين التقاطع في نقطه واحده. اذا ملي غادي يكون y كيساوي ناقص 3 شحال يكون عندنا د الحلول؟ يكون عندنا حل واحد. شكون هو؟ ها هو. نعملوا له الاسقاط ديالو، حنا ما خاسرين والو. نعملوا له الاسقاط ديالو نعرفوا شكون اكس، ياك هذه هي الصوره. نعملوا الاسقاط ديالها شكون هي اكس ديالها، شكون غتكون اكس ديالها غتكون هي ناقص 3. اذا غادي نقولوا له الحاله الثانيه، غادي نقولوا اذا كان ام كتساوي ناقص 3 فان المعادله مالا تقبل حلا وحيدا هو ناقص 3. اذا في هذه اللحظه ملي غادي يكون y هو ام هو ناقص 3 المنحنى ديالنا غيتقاطع مع المحور y يساوي ناقص 3 في واحد النقطه. شكون اكس ديالها؟ هو ناقص 3. صافي. اذا قلنا اذا كان ام كتساوي ناقص 3 فان المعادله تقبل حلا واحدا وهو ناقص 3. صافي. اذا غادي نقولوا له سي ام est égal à moins 3. Donc l'équation admet une unique solution et كيكون هو ناقص 3. اذا الشباب حنا ماشيين بالتدريج. لاحظ معايا شوف حنايا هضرنا دابا باش نرسم لكم الخريطه د الطريق. هاي لاحظ معايا هذه هي الخريطه د الطريق ياك. شوف حنايا دابا كنا في 5 ما هضرناش على 5، هضرنا على 5 منين؟ هضرنا على 5 حتى عند ناقص 3، هذه هضرنا عليها وموراها هضرنا على ناقص 3 ياك. دابا غادي نهضروا على ناقص 3 لتحت. ارا لاحظ معايا هنايا
تلاحظ دابا من ناقص 3 لتحت. اذا الا خدينا مثلا شي عدد قل من ناقص 3، دابا حنا ناقص 3 وقفنا هنايا، ناخذ شي حاجه قل من ناقص 3 مثلا إيكغيك قل من ناقص 3 مثلا، ناخذ ناقص 5 مثلا. شني كتلاحظ؟ كتلاحظ ان المستقيمات اللي غادي يكونوا إيكغيك ديالهم يعني القيمه اللي غادي ياخذوها قل من ناقص 3، شنو غادي يوقع للمنحنى؟ غيتقاطع معهم جوج النقط، ما كتلاحظش؟ ها هاتي هاتي لاحظ معايا المستقيم ما كيخلينيش نتحرك به. شي ما كتلاحظش ان شنو كيوقع؟ ها اولا حنا نرجعوا لهذا المستقيم هذاك اللي بالحمر، قلنا إيكغيك كتساوي كتساوي ام، بغيتي حتى تكتب هاد ام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما بغيتش حتى تكتب، واخا ماشي مشكل. اذا شنو كنلاحظوا الشباب؟ كنلاحظوا ان هاد المستقيمات هادو اللي غادي يكونوا صغار، دابا هادي ناقص 3 ياك، ملي غادي يكونوا المستقيمات مثلا ياخذ القيمه ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7، شحال كنلاحظوا التقاطع كاينه جوج ياك. مزيان. اذا هاد الاعداد هادو اللي كيتقاطع فيهم كيفاش عاملين؟ موجبين اولا سالبين؟ الحلول بحال دابا هاد النقطه هادي هاي راه نعرفوا واش موجب، مثلا هذا التقاطع هنا ياك. اذا هاد التقاطع العدد الاول ها الحل الاول، وهذه الحل الثاني. شنو كتلاحظوا هاد الاعداد؟ كتلاحظوا هاد الاعداد هادو كيفاش عاملين؟ اعداد سالبه. مثلا الا عملنا شي مستقيم هيدا مثلا، شكون غيكون التقاطع هنا وغيكون التقاطع هنا. كيفاش عاملين هاد الاعداد هادو؟ سالبه. اذا كتلاحظ ان الا خديتي صغير من ناقص 3 ديما كيكون مستقيم كيتقاطع في جوج النقط، جوج النقط اللي هما الحلول، وكيفاش الاشاره ديالهم سالبه. اذا غادي نجي لهاد البلاصه هادي، شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا عاوز اذا كان ام مالو صغير من ناقص 3. دابا حنا في الاول هضرنا على من 5 ناقص 3، وموراها هضرنا على ناقص 3، ودابا جا الوقت باش نهضروا على ايش؟ جا الوقت باش نهضروا على من ناقص 3 لتحت. اذا غادي نقولوا له اذا كان ام صغير من ناقص 3 فان المعادله تقبل حلين، يعني عندها جوج الحلول اشارتهما سالبه. صافي، يعني الاشاره ديالهم جوج بهم سالبه. اذا نقولوا سي ام inférieur strictement من moins 3، donc l'équation admet شحال de solution de signe négatif. اش كنقول لكم؟ هذا السؤال هذا مهم. ها حنا سالينا مع الاتجاه اللي تحت، دابا راه نطلعوا من فوق. يلا ركز معايا عاوتاني مزيان، هنا عاود زيد ركز. ندوزو سيدي لهنايا، راه نعوضو بعدا الشكل ديالنا باش ما يبقاش مرون. دونك هادي غنزولوه، هادي غنزولوه، هادي عاد تزول، هادي عاد تزول، هادي عاد تزول، هذا يزول، زول هادي، زول هادي، هذا زولة، زولنا هادي، باق مشات. صافي. يلا ركزوا معنا دابا هنايا. مشينا حتى الدالة زولناه مزيان، وهذا راه نزولوه. يلا الشباب دابا فين وصلنا؟ دابا قلنا حاليا دابا وصلنا عند 5 ياك، واصلين دابا عند 5 الفوق. دابا الجهه التحتانيه سالينا من دابا نطلعوا فوق 5. اذا هنايا خصني نركز شويه، هنا خصني شويه ديال التركيز. في جات 5 دابا قبيلاتي الا لاحظتي معايا في 5 هضرنا عليها ما هضرناش عليها حيتاش عندنا اصغر قطعه من 5. اذا راه نهضر دابا على 5 بوحديتها. اذا غادي نقول له اذا كان ام كتساوي 5. يلا نمشيو نشوفو ملي غادي يكون ام كيساوي 5. نعملو مثلا المستقيم إيكغيك كيساوي 5. هاو دابا هذا هو المستقيم إيكغيك كيساوي 5. انا نلاحظوا شحال عندنا التقاطع، عندنا نقطه واحده ياك، وشحال اكس ديالها هاي كتقاطع في نقطه واحده. وشكون هو اكس ديالها؟ هاو راه باين، هاو شبر هادي كيتقاطع هنايا، عمل الاسقاط هو واحد. اذا ملي غادي يكون اف اكس، ملي يكون اف إيكغيك كتساوي 5، اف اكس
كتساوي 5 معناتها كيتقاطع في نقطة المنحنى سي اف مع إيكغيك كتساوي 5 كيتقاطعو في نقطة واحدة اللي هي الأفصل ديالها 1. إذا غادي نقولو إذا كان إم كتساوي 5 فإن المعادلة مالا تقبل حلا وحيدا هو قلنا 1 ياك. غادي نقولو سي ام est égal à 5. alors l'équation هذا بالنسبة للتلاميذ اللي كيقولو خصهم التمارين صحابين l'équation admet une unique زيد une unique solution اللي هو صافي. هانايا دابا راه هضرنا على 5 دابا راه كتسمى راه هضرنا على 5 اذا 5 سالينا معاه راه ندوزو نطلعو فوق 5. يلا رجع معايا لو كراف ديالك هادشي هذا راه نزولوه من هنا هذا نزولوه وهذا نزولوه. دابا هضر معايا لاحظ معايا واحد النقطة مهمة هنا. لاحظ معايا من عند 5 من عند إيكغيك كتساوي 5 دابا حنا واقفين في 5 ياك. إذا من عند 5 دابا 5 راه هضرنا عليه زيد. إذا من عند 5 حتى عند 6 لاحظ معايا شنو يوقع إيكغيك كتساوي 6. شنو كتلاحظ أن ملي غادي يكون إم محصور ما بين 5 و 6 ياك ملي غادي يكون إيكغيك محصور ما بين 5 وما بين 6 شحال غيكونوا عندنا د الحلول في النظر ديالك؟ شحال غيكون عندنا التقاطع؟ هيا راه الرسم شحال غيكون عندنا التقاطع؟ غيكونوا عندنا مثلا رسمنا هاد المستقيم لاحظتي ها التقاطع جوج النقط هنا جوج النقط الا رسمنا هنا جوج النقط الا رسمنا هنا جوج النقط. اذا ملي غادي يكون ام ديالنا محصور ما بين 5 وما بين 6 غادي يكونوا شحال من الحلول؟ جوج. وهاد الحلول هادو كيفاش الاشاره ديالهم واش موجبه ولا سالبه؟ اذا الا لاحظت معايا هاد النقطه هادي هاي نعملوا الاسقاط ديالها تلاحظ تقريبا غتجي هنايا ياك ما بايناش مزيان وهذه غتجي هنا. كيفاش عاملين هاد الحلول؟ موجبين. كذلك هنا عاود غنجيو هنايا وهاد النقطه هذه هنايا. اذا شنو كتلاحظ ملي غادي يكون ام ديالنا محصور ما بين 5 وما بين 6 غادي يكونوا عندك اسيدي جوج الحلول والاشاره ديالهم كيفاش عامله اشاره موجبه. اذا غادي نجي هنايا غادي نزيد واحد باج اخرى وغادي نقول له إذا كان إم كبير من 5 قطعا. دابا 5 زولة صافي هضرنا عليها وصغيرة قطعا من 6 يعني ما بين 5 وما بين 6. المعادلة شحال يكونوا عندها الحلول؟ فإن المعادلة تقبل شحال؟ حلين موجبين. أولا ماشي هيدا تاش قلنا شحال يكون عندها الحلول؟ يكون عندها جوج الحلول. هاد جوج الحلول اصلا الاشاره ديالهم كيفاش عامله راهم موجب شي. نعم صح هادي اتفق معايا. هاي قلنا اصلا يكون عندها جوج الحلول والاشاره ديالهم موجب. ها ما كتلاحظش راه ما بين 0 ولا انفيني لان يكونوا عدد موجبه. اذا حلين موجب. هنا غادي نقولوا سي ام compris entre 5 et 6 alors l'équation admet deux solutions de signes كيفاش عامل بوزيتيف. صافي احنا سالينا مع قل من 6. دابا فين واصلين؟ دابا حنا وصلنا عند 6 زيد. ولكن واش هضرنا على 6؟ لاحظ معايا هنا عندك ام اصغر قطعا من 6 اذا 6 ما هضرناش عليه. دابا جا الوقت باش نهضروا على 6. اذا غادي نقول له اذا كان ام كتساوي 6 كنديستانغي ليكا اذا كان ام كتساوي 6 نرجعوا ملي غادي يكون ام كتساوي 6 شنو غادي يوقع؟ دونك هادشي هذا خصنا نزولوه باش ما يبقاش مرولنا الراس ديالنا مزيان. هادي مشات واخا هادي صافي سالينا منها. دابا حنايا دابا غادي نطلعوا فوق 6. اذا دابا حنا في هاد اللحظه فين وصلنا عند 6. ها إيكغيك كتساوي 6 شحال يكونوا عندك الحلول؟ غيكونوا عندك جوج ديال الحلول ياك. هاي النقطه الاولانيه وها النقطه الثانيه الشي هادو هما التقاطع. هاد النقط هادو
اكس ديالهم شكون هما؟ ها اكس ها الاولانيه اللي هو شكون؟ هو زيرو. والحل هذا شكون هو؟ هو هذا. حنا ما عارفينش القيمه ديالو بالضبط. الاولاني عرفنا هو زيرو، والثاني واش عارفينه؟ ما عرفناش، ولكن الاشاره ديالو موجب ولا سالب؟ جا ما بين جوج وما بين 4. اذا الحل موجب. اذا ملي غادي يكون إيكغي إم كتساوي 6 غيكون عندك جوج د الحلول. الحل الاولاني هو زيرو راه عرفناه، والحل الثاني راه موجب حيت هما قالوا لنا غير الاشاره. اذا غادي نقولوا اذا كان إم كتساوي 6 فإن المعادلة مالا تقبل حلين هما واحد والحل الثاني مثلا موجب. إذا غادي نقولوا سي ام est égal à 6 alors l'équation admet deux solutions كيكون A زيرو يعني الأولاني زيرو A أوتر يعني الآخر بوزيتيف. صافي. دابا ها حنايا هضرنا على 6. دابا شني جا الوقت؟ جا الوقت باش نهضروا على من 6 الفوق. إذا إلا لاحظتي معايا صافي هادي سالينا منها. إذا هادي نمسحوها، هذا نمسحوه، هذا نمسحوه، هذا نمسحوه، هذا نمسحوه، هذا نمسح. راه نهضروا دابا على 6 من فوق. الا لاحظتي الان الام اللي غادي يكونوا من 6 الفوق شنو كتلاحظ؟ ها هي نطول. مثلا شنو هما ام اللي غادي يكونوا فوق 6؟ مثلا يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا. شحال كتلاحظ د الحلول؟ عندك جوج ديال الحلول. ها هي راه مسحوا هادي. شحال يكون عندك التقاطع؟ يكون عندك جوج ديال التقاطع هنا وهنا. لاحظ معايا هذا هنا وهنا، لاحظ معايا هنا جوج. اذا المعادله شحال يكون عندها الحلول؟ يكون عندها جوج. يعني ملي غنكون ام ديالنا اكثر من 6 يكون عندك جوج د التقاطع يعني جوج د الحلول. ولكن هنا خصك تحضي راسك. لاحظ معايا الحل الاولاني كيفاش عامل. الحل الاولاني جا قبل زيرو. هاي شتي، لاحظ الحل الاولاني جا قبل زيرو. شتي هو دابا هنايا ما كيعطينيش النياش، ولكن جا قبل زيرو. والحل الثاني جا مورا زيرو. كذلك هنا لاحظ هذا الحل هذا كتلاحظ ان جا سالب، والحل اللي معاه الثاني موجب. اذا كيفاش كنلاحظوا ان الاشاره ديال الحلول كيكونوا كونتخير يعني العكس ديال بعضياتهم؟ اذا غادي نجيو نقولوا في هذه اللحظه غادي نقولوا ملي غادي يكون اذا كان ام اكبر قطعه من 6 فان المعادله مالا تقبل حلين ياك إشارتهما كيفاش عاملة؟ مختلفتان يعني واحد موجب وواحد سالب. إذا غادي نقولو سي ام supérieur strictement à 6 alors l'équation admet deux solutions. دو سين يعني جوج د الحلول، دو سين كونتخير يعني العكس د بعضياتهم فلوسين. صافي. كنظن واقيلا السؤال هذا جاكم صعيب شويه، ولكن ماشي مشكل، هاتينا بعدا خديتي فكره دونك كنبقى لنا غير الصح حنا هضرنا عليه. صافي. علاش؟ حيت هاد السؤال هذا فيه اف دو اكس كتساوي ام، و ام ما عندهاش واحد لا فالور اكزاكت ما محداش. اذا بالتالي هاد ام غتاخد من مول لانفيني حتى بلس لانفيني، يعني غتاخد قيم بزاف، وبالتالي خصنا ندرسو كل حاجه بوحديتها. صافي. اذا بعدا انت خديتي فكره على هاد انواع الاسئله كيفاش كنخدموهم، ونتمنى يكون هادشي هذا واضح. نتمنى هادشي هذا زعما يكون واضح وما نكونوش طولنا عليكم بزاف. وبالنسبه لهاد التمرين هذا اللي عنده زعما شي سؤال ولا كذا بالامكان ديالكم تخليوه لي في انستغرام ونقدر نعاود شي اكزرسيس من هذا النوع هذا. صافي الشباب، يلا حاولوا هذا تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. والتمرين ديالنا كتسمى راه ساليناه. صافي ما بقى لنا والو في هذا التمرين. دونك ان شاء الله ستوريز اللي ماجيني ان شاء الله غادي نخلي لكم هذا البي دي اف هذا. صافي. هذا البي دي اف هذا كامل غنخلي لكم تيليشارجيوه بحال هيدا. انا نوريكم كيفاش هذا الاخر باش التلاميذ اللي ما كتبوش يبقى عندهم هاد البي دي اف هذا. دونك هيدا طاق نشوفوا واش هو هذا. ها
دونك غالبا يجي بي دي اف بحال هيدا صافي، باش بقى الاسئله كاملين عندك مكتوبين هاي صافي. دونك هاي شي دونك هداكشي اللي خرجناه من الاول ديال الفيديوز حتى دابا غتلقاوه كامل مكتوب صافي الشباب. في حالة الا ما لقيتوش هاد بي دي اف شي ستوري ولا كذا ديك سردوا لي في الميساجات نعاود نسرد لكم هادشي هذا صافي، او ننزل لكم اللين ديال التيليشارج. دونك الشباب كنتمنى يكون هادشي هذا واضح ومفهوم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم.